جمالك هو سبب ما فعلت، جمالك الذي يأتيني في منامي ويدفعني لقتل الناس من أجل أن أحظى بساعة هانئة بين أحضانك. أعلم إذن أنه لو دار بذهني ذلك لانتزعت جمالي من وجهي بأظافري. لا أحتمل أن تفعلي هذا أمامي، فجمالك هو ليلي ونهاري. فلتبدد الظلمة نهارك والموت حياتك. لا تلعني نفسك أيتها الجميلة الفاتنة، ولا تفكري في الانتقام ممن يحبك. من الطبيعي هولاكو أن أنتقم ممن قتل زوجي. من أجهز على زوجك فعل هذا ليساعدك على نيل زوج أفضل. لا يوجد بين الأحياء من هو أفضل مني، بل هو موجود ولا زال حيا ذلك الذي يحبك أكثر منه. أين هو؟ هنا أمامك. ليتها كانت سما ناقعا. لا ينفث السم من منبع جميل كهذا. اغرب عن وجهي هولاكو، إنك تؤذي عيني. عيناك سحرتا عيني. وددت لو كانتا عيني أفعوان تردياك قتيلا. ليتهما تفعلان لأموت على الفور. عيونك تقتلني ببطء يا قطوي، يا ملاكي الطاهر. إذا كان قلبك المفعم بالانتقام لن يغفر لي قتلي لزوجك كيوك، فها أنا ذا أقدم إليك سيفي لتغمديه في صدري المخلص وتزهقي روحي التي تعبدك. خذي السيف واقتليني أو خذيني. أيها المخادع، بالرغم من أنني أتمنى قتلك لن أكون جلادك. مريني أن أقتل نفسي فأفعل. سبق أن أعربت لك عن ذلك. كان ذلك في ثورة غضبك. قوليها الآن، وبهذه اليد القوية التي صرعت فيها كيوك من أجل حبك سأصرع نفسي
وستكونين السبب في مصرع الحبيبين كيوك وهولاكو. وددت لو أعرف ما في قلبك. إنه مجسد على لساني. أخشى أن يكون كلاهما زائفا. هل أفهم من هذا أننا تصالحنا؟ سأفكر وأعلم. هل أعيش على أمل؟ كل الرجال يعيشون على الأمل، وكل النساء أيضا. إن قطرة من هذا السم الناقم يمكنها أن تقتل جملا. سأضحي بمن هو أكبر من جمل وأصغر من ذبابة لأستعيد مكانتي وولدي. لو بلغ الإمبراطور ما نقوم به لنال من أدب، لأن الأمور لم تعد كما كانت عليه أيام جنكيز خان. اطمئني، سوف تموت دوقوز كأختها قولان بمرض غريب وسينساها هولاكو. أما قوتوي تلك الأرملة الفاجرة فلن يمضي وقت يذكر إلا ويهجرها هولاكو ليمضي مع امرأة أخرى. إنه وحش تحركه نزواته، لا يملك صبرا على أنثى واحدة. ظننته طواقا لسبر المجهول أو لاختراق حجب الغيب. نعم، له ولع بالنجوم وشغف بالنبوءات. لهولاكو نساء وأطفال، ولم تنقم عليه أو عليهن من قبل. ذلك لأنهن مجرد حيوانات للمتعة وجلب للأولاد. أما تلك المرأة فقد سلبت زوجي وأخذت ولدي. احذري أن تسقيها السم بنفسك، فلا تنجين من عقاب هولاكو حتى وإن كان ولدا. اطمئني، سأجعل أقرب الناس إليها يسقيها إياه. ومن يكون هذا؟ هولاكو نفسه سيسقيها السم دون أن يدري. أبارك قلبك المفعم بالإيمان يا ابنتي، وأشكر لك تجشمك عناء هذه الرحلة الطويلة. سيكتب هذا لك في سجل الخلود، ويكافئك الرب في الحياة الأخرى. جئت أسألكم يا نبتي، ما حكم كنيستنا في اقتراني بابن زوجي هولاكو؟ هذا شأن لا علاقة للكنيسة به يا ابنتي، لأن عادات المغول ليست مثل عاداتنا. ولكني لا أود أن أقوم بأي شيء يمنعني من رحمة يسوع ورضا نيافتكم عني كواحدة من أخلص رعاياكم لتعاليم ديننا. أتودين أن تثبتي ولاءك الحقيقية لكنيستنا؟ أجل، بالتأكيد. أتعدينني أن تبقي ما سأقوله الآن سرا بيننا؟ أنا مستعدة أن أضحي بروحي كي أحافظ عليه. أنت تعلمين الآن أن جيوشنا تخوض حربا مقدسة في المشرق، وهم يلقون هناك مقاومة عنيفة، وهناك من رجال الدين الذين ذهبوا ليباركوا الجنود راحوا ضحية تلك الحرب الشرسة. فليتغمدهم الرب برحمته وليبارك لهم تضحياتهم. أطلب منك أنت أيضا أن تضحي، فتقدمي للمؤمنين خدمة جليلة. كيف؟ أن تحمي نفسك من الطامعين، وليس من الحكمة أن ترفضي رجلا يتمتع بتلك المكانة العظيمة مثل هولاكو. ما هو المطلوب مني؟ إن المغول صاروا منذ عصر جنكيز خان إمبراطورية قوية مهابة، استطاعوا أن يرسلوا حملات هائلة دمروا خلالها الخوارزميين وحكموا فارس والصين. واعتقد الآن أن في مخططهم أن يرسلوا حملات أخرى يوسعون بها حدود إمبراطوريتهم. سمعت عن شيء كهذا. إن من مقدورك بما سيكون لك من تأثير على هولاكو أن تقنعيه بالعدول عن غزو بلادنا. ولكن قد لا يستطيع حتى هولاكو نفسه كبح جماح طموحات المغول.
فنحن شعب مقاتل كما تعلمون، تعودنا الغزو والقتال. أظن أنه يمكن لامرأة ذكية ومؤمنة وجميلة مثلك إقناع هولاكو بأن يوحي لأخيه بوجوب أن يتحول بغزواته من الغرب إلى الشرق. إلى الشرق؟ أجل، ليكمل مينغو خان على يد هولاكو ما بدأه جنكيز خان. إلى الشرق يا ابنتي، إلى الشرق، فتضمني لنفسك مكانا في الجنة. ماذا يتراءى لك اليوم أيتها العرافة؟ أرى شبح الموت يرافقك مثل ظلك. أبعديه عنك، فجمالك ينشد الحياة الواعدة، الزوج، الولد، والدار. قد تراجعت عن نبوءاتك. تغير الزمن وتغير البشر. هولاكو يحيرني أمر أيتها العرافة. أهو الزمن الذي يغير البشر أم البشر هم الذين يغيرون الزمن؟ لا أدري، لكن هولاكو هو من سيغير البشر والزمن معا. يريدني زوجة له بعد أن قتل زوجي. لما صمت؟ إنها رغبته. اذهبي إليه. كيف أنام في فراش من انتزع قلبي وأهلك روحي؟ سوف تنسين القلب والروح، فمع هولاكو لا وجود سوى للدم والموت والثأر. هل سأقتل هولاكو؟ قلت لك إن شبح الموت يرافقك، أما الآن فلا أرى في هذا الدم إلا وجهك يا قطوي. ألا ترين فيه وجهك أيضا أيتها العرافة الملعونة؟ هل جئت اليوم لتلعنين أم لأقرأ لك النبوءة؟ سحقا لك أنت ونبوءاتك. منذ قدمت وكيك إلى هنا واللعنة لم تفارقنا. هذا هو طالع. لا، الحياة كانت تعدني بالكثير من المجد والفرح. كل شيء ذهب أدراج الرياح. ماذا تقصدين؟ أتراك أخبرت هولاكو بما كنا نرمي إليه؟ لا أعرف إلى ماذا كنتما ترميان. لا، بل تعرفين، أنت السبب في موت كيوك، ولا أستبعد أبدا أن تخبري هولاكو بما دار بيننا الآن. قد بدأت تهدين. هذيان أصدق من نبوءاتك. أنت بحاجة للراحة. عودي أدراجك وانشدي السلام. لا مكان للسلام في قلبي بعد اليوم. أما أنت أيتها الملك، لا مكان لك في هذا العالم. موتي موتي مختار.
مختنقة في هذا الدم الذي أبصرت فيه موت زوجي وعبيدي. موتي. هولاكو، أنا ماضية إلى فراشك. تعطفي واقبلي هذا الخاتم. الأخذ لا يعني العطاء هولاكو. انظري كيف يطوق هذا الخاتم إصبعك كما يطوق بهاؤك قلبي. هل أعتبر نفسي محظوظا بنيل رضاك؟ من كل قلبي، إذ يسعدني أن ترى توبتك وأصفح عن مقتك. دعينا نتوج هذه اللحظة بقبلها. بل نؤجل ذلك لحين عودتي إليك. المشوار طويل يا خدوي. فلتصبر يا هولاكو. لأي درجة تحبني هولاكو؟ لدرجة أنني تزوجتك قبل أن يجف التراب عن قبر زوجك. هذا مقدار حبي لك، لا حبك لي. قتلته كي أصل إليك يا امرأة. وها قد وصلت. هل ستتخلى عني وترحل شهورا يعذبني الملل ويدنيني الشوق هولاكو؟ بل سترافقينني أحيانا. من هذه المرأة؟ إنها زوجتي. لم تكوني هنا لأعلمك. تعلمني أن محظية اندست في فراشي. بل هي زوجتي. مثلي لا يكتفي بامرأة واحدة يا دقوس. أنا بحاجة إلى مزيد من الأبناء، وقوتوي مجرد زوجة أضيفت إلى القائمة. هكذا وكأنك تبتاع ماشية. كان زواجي من أرملة كيوك ضروريا. تعلمين هي من قبيلة قوية، وأخي الإمبراطور بحاجة إلى توحيد صفوف المغول. لا تحاول إقناعي بأن زواجك من تلك المرأة كان مجرد تضحية. هو كذلك فعلا. لا يعرفك أحد مثلي يا هولاكو، فلا تكذب على من تربت معك. افعل ما تشاء، ولكن لا تكذب علي، فهذا ما لا أغفره أبدا. ما خطر ببالي يوما أن أتزوج بقوتوي،
لما لا تنظرين إلي؟ اشتهيتها، أجل اشتهيتها، فأي ذنب اقترفت؟ قلت لك هي مجرد زوجة، أما قلبي فملكك أنت. لا يخلف هولاك بوعد قطعه لحبيبته إلا إذا مات. ولا رجوع في عهد قطعته دوقوز لهولاكو، وإن كان قلبي ينفطر ألما وروحي تقطر مرارة. هل سامعتني؟ الأيام كفيلة بلأم الجراح. كم أحبك يا دوقوز. أيها الحمقى، أنتم لا تدرون ما تفعلون. لماذا تزج بنفسك في ورطة لست أهلا لها؟ سأكسر عنقك. اسمع، لم أحضر سوى للمصالحة، فساعدني على إحلال السلام. أنا أكره هذه الكلمة، بل وأزدري كل فرد في عائلتكم، وخاصة أنت لأنك جبان. سيعاقب كل من تطاول على القانون وبدأ الشجار. ألقوا القبض على هذا المشاغب المتمرد الذي انتهك أمن مدينة بغداد. لا يجرؤ أحد على المس به، فهو من عائلتي. لا توجد عائلة فوق القانون، حتى ولو كانت عائلة الوزير ابن العلقمي. أنا الذي يطبق القانون وليس أنت يا قائد الجيش. قريبك هو المعتدي. لا، بل لا شك أنه قد دافع عن نفسه ورد الاعتداء، والبادئ أظلم. ما الذي ورطك وأنت العاقل الرزين في مثل هذا الشجار؟ هم من بدأوا. أين نزار؟ رأيته بينما كنت أتريض في أحد الحقول صباحا، كان جالسا تحت ظل شجرة. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. أهلا بولدي أبا بكر. ما الأمر الذي حدا بك أن تفسد علي ساعة خلوتي، وقد أمرت أن لا يزعجني أحد؟ اضطررت إلى فك اشتباك آخر بين أسرتي ابن العلقمي ومجاهد الدين، وكلاهما يبدوان مصرين على اختبار صبري وتحدي أوامركم. لقد سئمت هذا. يبدو أن عليكم أن تنبهوا وزيركم ابن العلقمي. كفى تحاملا عليه. أعرف أنك لا تطيقه، ولكنه حكيم، ونحن مضطرون إليه لإدارة شؤون الدولة. لم تكن لدي شكوى ضده، لكنني وجدته يستغل طيبتكم ويفرط بثقتكم، يملأ بالأموال خزائنه، ويؤلب ضدكم أقرباءه وأنسباءه. فرحت تؤدبهم دون أمر مني، وارتكبت مذبحة كادت أن تثير فتنة في البلاد لو لم أتدخل وأتوسط لدى ابن العلقمي نفسه. لكنه أعاد جماعته وجماعة مجاهد الدين للخلاف والاقتتال، فإذا نحن أهملنا العقاب تمادوا ودبت الفوضى في بغداد. لن يقينا هذا التعسف والقمع. علينا أن نرسل إلى الأسرتين الحمائم للصقور، لعلنا نستطيع بالتزاوج أن نزيل الخلاف. لن ننجح يا والدي، فجذور الخلاف ضاربة في العمق. نختار بين شرين. لما لا تدعني الآن وتصالح بين الفريقين؟ اتركني فلدي ما هو أهم. مجاهد الدين هو السبب، ولا يمكن لمثلي أن يسمح لابن الخليفة بأن ينتهره بعد كل ما اقترفه بحق أبناء قومنا. لم يرتكب ابني ذنبا
أكثر من أنه شهر السلاح دفاعا عن شرف عائلتنا الذي حاول ابن مجاهد الدين وأقرباؤه المساس به، إنه يستحق إكراما لا عقوبة. ربما كان بإمكاننا أن نخفف من وطأة الأمر إن قبل سيدي تزويجي من ابنة عمي رزان، ودعونا ابن الخليفة إلى الزفاف دون آل مجاهد الدين. فكرة سديدة يا أبا جاسم، إننا بهذا نغيظهم، وفي نفس الوقت ننفذ أوامر الخليفة بحقن الدماء ووقف الخصام، بحيث أنهم إذا بدأوا حق عليهم العقاب، ولم يعد أبو بكر قادرا على نصرتهم، وقد ندعو الخليفة نفسه إلى الزفاف. البنت صغيرة ولا تعرف الكثير عن هذا العالم، علينا أن نتريث. رزان أصبحت شابة يا عماه. كثيرات ممن تزوجن بالإكراه مبكرا ذبلن كالزهور. سأقيم حفلة في قصري، فإذا كنت يا سامح تريد أن تحظى برزان تودد إليها. لن أخالف لك رأيا يا سيدي، بموافقتها يا سامح تضمن موافقتي. المهم أن أقنع الخليفة بأن يبارك بنفسه هذا الزواج. يوم وقعت ابنتي رحمها الله على وجهها قال زوجي الصبي هو من يقع على وجهه، أما البنت فيجب أن تقع على قفاها. ألا تكفين عن هذا الكلام المعيب؟ والأكثر إضحاكا أن الصغيرة ما إن سمعت أباها ينطق بهذه العبارة حتى توقفت عن البكاء وقلبت نفسها مطيعة على ظهرها. توسل إليك أن تكفي عن هذا. ألا ترين وجهي يتدرج خجلا؟ ولم الخجل؟ أتعتبرين هذا معيبا؟ الزواج مصير كل بنت. هذا بيت القصيد إذن. الزواج إنه شرف لم أحلم به بعد. شرف؟ يبدو أنك رضعت زلاقة اللسان من المهد. فكري بالزواج. أنا نفسي تزوجت بسني. الشاب سامح طلب يدك من والدك. سامح؟ نعم سامح، أحبه أبوك فدعاه إلى الاحتفال لتتعرفي عليه عن كثب. لكن كيف سأميزه؟ فأنا لم ألقه من قبل. ستقرأين آيات الحب مرتسمة في عينيه، وتلاحظين أشعار العشق هائمة على شفتيه. هل أنت موافقة يا رزان؟ أقابله أولا وأحكم بنفسي. يبدو أن الحزن يطيل ساعات الصباح. عن أي حزن تتحدث؟ أهو الحب؟ لا، بالحرمان من الحب. لا تأسف على الحب، إنه يبدو ناعم المظهر، لكنه عند التجربة قاس وخشن. لا تقل شيئا ضد الحب، لقد بذلنا الكثير يا وائل من أجل الكراهية. علينا أن نبذل الآن أكثر من أجل الحب. وهل عرفت الحب حتى تتحدث عنه بهذه الحرارة؟ صدقني لا أدري، أهو الحب ذاك الذي أشعر به أم أنه افتقادي إليه؟ إنني أرثي لقلبك المحطم. لا تزد من أحزاني. فصحيح أن الحب دخان تنفشه الزفرات، لكنه سرعان ما يستحيل نارا متقدة حين تلتقي أعين المحبين، وقد يصبح من الإحباط بحرا من الدموع، ويغدو جنونا عاقلا أو سما قاتلا. ما فعلته يا هولاكو مأثرة ستضاف إلى مآثرك. منذ كنت صغيرا كان جدنا جنكيز خان يتوسم فيك الخير والشجاعة، وكنا نحن أخوتك الأكبر سنا، كنا نغار منك ونستصغر شأنك، لكنك أثبتت أنك تستحق ثناء جدنا. كل ما يهمني هو رضا أخي ومولاي، فكن مطمئنا يا أخي إلى أنني أدين بالولاء لك، وسألبي كل ما تأمرني به حتى ولو كان غزو أطراف الدنيا الأربع. قد بدأت بغزو الحريم، فاقترنت خلال يومين بامرأتين.
أخي الإمبراطور، أنت تعلم أن زواجي من قوتوي أرملة كيوك هو شأن سياسي. أنت داهية يا هولاكو، داهية. ولا عجب في أنك أقنعت قوتوي بقبولك زوجا لها في اليوم التالي لقتلك زوجها. لكن طالما ذكرت الغزو، أريدك يا هولاكو أن تدرس لي إمكانية توجهك على رأس جيش كبير قوي في غزوة لأوروبا نخضع فيها تلك الأمم التي تتباهى علينا بحضارتها. لشد ما أكره أولئك الجبناء، ولكن أرجو أن تسمح لي يا أخي أن أقوم بزيارة إلى كوبيلاي وأريق بوغا وأتعرف على أوضاع البلاد هناك، فأكون لك الناصح الأمين. يجب أن نعرف من أي خاصرة من الإمبراطورية يأتي الوجع الأكبر، كي لا نحيد عن الجهة التي يكبر الشر فيها إلى جهة شرها أقل. حسن، لكن وتجنبا لأي خلاف يقع بين زوجتيك أثناء غيابك، أشترط عليك اصطحاب كل منهما في رحلة حيث تعدل بينهما. ولعل دقوز تذهب معك إلى الصين، أما قوتوي فتلحق بك إلى فارس. إذا كان كل ما تخططه لإمبراطوريتنا يماثل حكمتك في التخطيط لشؤون حريمي، فأنا واثق يا مولاي من أن المغول سيهيمنون على العالم. ستكون حفلة مشهودة تحكي عنها بغداد بأسرها. آمل أن وفق بتزويج ابنتك رزان إلى سامح، فهو شاب طيب. الأمر متعلق بها ولا أريد أن أجبرها. وأين جاسم؟ أريد أن أحذره من القيام بأي استفزاز لآل مجاهد الدين. لقد نبهته بنفسي يا سيدي. كرر التنبيه، لأني هيأت أن تكون في الحفل المغنية سماح. سماح بذاتها؟ مغنية الخليفة المفضلة؟ لقد دفعت في سبيل ذلك ثروة أريدها طعما أجتذب به المستعصم إلى داري دون أن أدعو مجاهد الدين، فيعرف بذلك مكانته ويكف عن مضايقتنا. سيكون درسا لن ينساه. لا 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 لا، الأفضل أن نتجاهل ما يدبره ابن العلقمي. إنه يقصد إغاظتي بهذا الاحتفال. لقد دعا المغنية سماح ويباهي بأن الخليفة بنفسه سيحضر لسماعها. إنه داهية ويخطط ما لا يخطر ببال الشيطان. كل ما نستطيع فعله أن نقيم حفلة أخرى ونهيئ فيها متعة أعظم وندعو الخليفة وولي عهده. أهذا كل ما تنصح به أمام ذلك التحدي؟ ولا شيء سواه، وإلا أحرجتم أنفسكم وورطتموني فيما لا قبل لي بمواجهته. طالما أن الخليفة أمر بمنع الاقتتال بين العشيرتين ومعاقبة البادئ بينهما. شرفت دار المتواضعة يا أمير المؤمنين. أعرف أن ذوقك رفيع. بدعوتك المغنية سماح لإرضائنا سنردها لك في المرة القادمة يا وزيرنا الحكيم. ألن يأتي ولي عهدكم؟ إنه لا يحب المغنيات، بل يفضل المغنين من الغلمان، وكأنه ليس ولدي. تفضلوا تفضلوا يا مولاي، ستبدأ سماح في الحال. أنت أيتها الأفعى المقدسة، يا من سمها يهبني الحياة ويحمي روحي، ستغادر روحك جسدك، لكنها سترحل روحا مقدسة، لأنها كانت قربانا لهولاكو.
اكتشفنا متطفلا، ذلك هو نزار بن مجاهد الدين. هدئ نفسك، لا نريد أن نفسد الحفل، والخليفة في ضيافة ابن العلقمي. لكنها وقاحة، لا يجوز أن نسكت عنها وإلا تمادوا. نزار من أطيب شبابهم، ولن يسمح وزيرنا أن نهينه وقد خط عتبته، وإلا سينقلب الأمر ضدنا. أبدي له البشاشة والترحيب أنت وسامح. أنا لا أطيقه، إنه يتحدانا في عقر دارنا. إنها دار ابن العلقمي وليست دارنا. وما الفرق؟ نفذ تعليماتي، وإلا اعتبرتك تريد أن تتمرد علي وتعصاني، وإلا فتثيرها فتنة تؤلب علينا الخليفة نفسه. إنك ترغمني على الصبر ضد إرادتي. سأريحك وأنصرف من الحفل، مؤجلا عقابي لذلك الفتى المتطفل. اجمعوا بالقرب، بالقرب شملي. اجمعوا بالقرب، بالقرب شملي. واسمحوا لي بالتلاق يا ليل، ليل ليل يا ليل، بالتلاق يا ليل. واصلوا دعنا نغادر قبل أن يكتشفوا أمرنا. اسبقني أنت، سأتبعك فيما بعد. واصلوا بالود، بالود حقي. فالنوامر المذاب يا ليل، ليل يا ليل، المذاب يا ليل. من رأى في
سيدتي رزان، أين اختفيت؟ أمك افتقدتك وقلقت عليك. سأذهب لطمأنتها. من تكون سيدتك؟ إنها شقيقة جاسم، وهو من خيرة شبان آل العلقمي. من يكون هذا الشاب؟ وماذا يهمك من أمره؟ أرجوك هبي واسأليه إن كان متزوجا، فإن أجابك بنعم سيكون فراش عرسي ونعشي. هذا؟ ماذا دهاك؟ هل ذبل عرق الحياء فيك؟ إنه نزار ابن ألد أعدائكم، مجاهد الدين. هذا الشراب أحضرته أمي، أخبرتني أنه مفيد للحمل. اشربي يا دوقوس، ففيه خيرنا معا. سأشربه من يدك، سأشربه حتى ولو كان سما وأنا مغمضة العينين، حتى وإن خنتني واتخذت من تلك المرأة زوجا لك. أعطني الكأس. ليس هناك من يقدم السم لمن يحب. ما بك هولاكو؟ إنه مسموم. ماذا تقول يا هولاكو؟ كيف عرفت؟ قلت لك إنه مسموم. ويلي، اصمد يا هولاكو، سأستدعي الناسك والحكيم، سأوقظ كل ما في القصر. لا توقظي أحدا، السم يؤلمني لكنه لن يقتلني. كيف وهو مميت؟ السم لا يقتل هولاكو يا دوقوس. عودت نفسي أن يكون ترياقا يحميني من غدر الخونة. الخونة يا دوقوس. أين اختفيت يا من حاولت قتلي مرتين؟ مرة لو تجرعت السم، ومرة لو نجحت في قتل دوقوس. لما تفعلين هذا؟
لما تحاولين أن تلوثي هناء حياتنا بيديك الآثمة؟ ما الذي جاء بك يا أختها؟ لحقت بأمي بعد أن شفيت من مرضي. أين اختفت أمي؟ غادرت قرقر وقالت إنها ستغيب لبعض الوقت. حين تعود نكون قد غادرنا يا أولجي. كيتا، يجب أن نأخذ نساءنا معنا. ها هي ذي حبيبتي. هل ستكلمني؟ هل سأرد عليها؟ لعينيها اللتان تناشياني. ليتني ألامس تلك الوجنة الناعمة. نزار، ليس فيك عدو سوى لقبك. وماذا يهمنا الاسم؟ هل يقل عطر الوردة لو غيرنا اسمها؟ تخلى عن اسمك فامنعك نفسي. سأنفذ أمرك. سمني الحب ولن أكون باسمي بعد اليوم. سيقتلك أهلي لو رأوك. كنت سأموت لو لم أرك. إن في عينيك ما هو أخطر من عشرات السيوف مجتمعة. فإن باركتني بنظرة لن يستطيعوا إيذائي. ما الذي جاء بك؟ الحب. لو فصلت البحار بيننا سأهتدي إليك ولو جازفت بحياتي. إذا أحببتني أخلص لي، أما إذا كنت تلهو لتوقعني بهواك وتتباهى فسأرفضك. بماذا أقسم لك؟ لا تقسم بشيء. لا أريد أن يكون عهدك خاطفا كالشهاب. ألن تستجيبي لحبي؟ ألم تسمع أني منحتك إياه قبل أن تطلبه؟ حبي كالبحر، مهما غرفت منه لن ينضب. أخشى أن أكون في حلم. بل إن ما تسمعه وتراه حقيقة. إن كنت شريفا في نواياك وترغب بالزواج مني سأتزوجك بالرغم من عداء أهلي، وأتبعك إلى حيث تختار